السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بتاريخ 9/3/2024. مع اللي هم بيسموه نزول أسعار، مع إن أنا مش شايف الكلام ده. أقول لكم الأسعار الفعلية لقطاعي، مش ولا جملة ولا لسه ولا أحرق للناس أسعارها. هقول لكم الأسعار الفعلية حاليا للتلاجات وبعض الموديلات يعني. تمام، ده مش هدفه البيع خالص، هدفه التوعية لحضراتكم، ان انتوا تبقوا عارفين الدنيا شغالة ازاي وبكام، والاوفر برايس نزل ولا لا. زي منتجات توشيبا العربي والشارب والحاجات دي، الناس بدأت تنزل في الاوفر برايس، مش نزول اسعار. لان التاجر، انا قلت الكلام ده ومحدش صدقني، انا التاجر كان حاطط على الشارب مثلا 14000 جنيه فوق سعر الشركة. مش الشركة اللي مزودة، والله كان الموزع هو اللي رافع. عشان كده انا ما اشتغلتش العربي في اخر سنه اساسا، يعني ما جبتش توشيبا ولا الكلام ده. ويوم ما جبت بجيب مثلا حته زي التورنيدو دي، غساله فول اوتوماتيك تحميل امامي 7 كيلو لون ابيض، ببيعها ب 15 ونص. يعني معلش، لو انت لقيتها مستعمله في اي مكان هتلاقيها اغلى من كده. لان دي الاسعار الفعليه، انا مش بفتي، مش جايبها من مكان تاني. احنا كلنا تجار، كلنا بنجيب من نفس الاماكن. هنبدا مع بعض كده بتلاجه الكترو ستور ماجستا. تمام. بسم الله. موديل 372، دي بتبقى 355 لتر، 14 قدم صافي. نو فروست طبعا، بتيجي بايس ميكر بخار، ضمان 10 سنين، فرز اول منتج تام. سعرها كام؟ سعرها 20200. طب انت هتلاقيها بكام في السوق؟ هتلاقي ناس عرضها ب 21 و22. انا ببيعها ب 20200. تمام. الكترو ستار 18 قدم 430، دي ايميليا، وهي نفس الشكل في ماجستا، بس الموديل ده اسمه ايميليا، ده عامل 23000. 430 لتر برضه بايس ميكر، نو فروست، ضمان 10 سنين. يونيون اير فانتوم 370 لتر، موديل 400 فانتوم، باب ازاز ديجيتال طبعا، هنا في شاشة. باب ازاز لون اسود، نو فروست. ارف اوف بايركس، سعرها 23800. انا بشوف ناس حاطه فيها 27000، معرفش ليه. التريو ال 12 قدم، دي فروست بتعمل تلج. تمام. دي فروست 12 قدم عامله 11000. الالاسكا دي انا مش هظلم الناس فيها، انا ببيعها ب 12000. تمام، لانها عندي قديم. يعني انت لو لقيت عند حد ب 13 ونص عادي. دي انا ببيعها كده عشان انا جايبها عندي قديم، هي ما تستحملش اكتر من كده الصراحه. يعني الاسكا دي فروست 318 لتر لون ابيض ب 12000 جنيه. فدي مش مقياس للسوق، الباقي كله انا بقول لك انا جايب باسعار الجديده مش اسعار قديمه، انما دي سعر قديم. التريو ال 15 قدم، الفريزر بتاعها كبير عملاق، دي فروست، بس الفريزر بتاعها محترم، عامله 13000. الفريش دي فروست بقى اللي لسه نازله، اول انتاج ليها، دي اول انتاج ليها. تمام، عامله عندنا 16000 جنيه. تمام، هي لستها ب 15900. في ناس حارقه سعرها عشان بتكسب في موديلات تانية. يعني انت عشان لو انت حابب التلاجة دي دور عليها كويس، هتلاقي سعر اقل مني. انا جايب لستة، فانا ببيع لك بالليست، انا حاطط 100 جنيه على سعرها. هيرو كول 350 لتر 14 قدم، نو فروست بخار، ضمان 10 سنين، عامله 19000. الوايت لاين ال 18 قدم التركي، منشأ تركي، استيراد تركي طبعا، دي بتيجي بضمان دولي ملناش علاقه بيه. التاجر لو ما قالكش ضمان من عندنا سنه ما تشتريش منه. دي عامله 29 ونص. تمام. دي الاسعار في السريع لبعض الثلاجات المتوفره تحت سعر 30000 جنيه. تمام. في اليومين اللي جايين دول برضه اعرض لكم بقيه موديلات فريش موجوده في المخزن، مش عارف اصورها للاسف. طب عندك ما عندكش مصلحه؟ عندي مصلحه. انا عندي البوتاجاز ده يونيون اير تي سيجنتشر، عامل 11700، هو والاستانلس بتاعه. عندي البوتاجاز الكريازي القديم اللي هو وصل النهارده 13 ونص، وكان وصل عدى ال 14. عندي الحته دي، دي بقى مش فرز، عشان بايه كرتونتها فوق هناك اهي. دي مش فرز، ده حد اشتراه وما شغلوش. بدليل ده مكان تركيب الغاز الطبيعي، معجون الابيض مكان اللاكور. والكريازي بيجي سلك من غير فيشه، سلك طرفين عريانين، ده راكب له فيشه.
بس لم يستخدم. لم يستخدم. بكام؟ ده عامل 10000 جنيه. ده عامل 10000 جنيه. حاجته ما تفكتش، هو ركب على الغاز بس. طبعا ده احسن بوتاجاز نزل السوق المصري في اخر 20 سنة. البوتاجاز القديم البانوراما التلفزيون، الناس زي ما بتسميه ابو شريطة ذهبي. وتحت امر حضراتكم في اي استفسار، واللي في اسكندرية وحابب حاجة من الحاجات دي شرفني. واللي حابب حاجة شحن القاهرة مثلا احاول انسقها معاه. مفيش مشكلة يعني، في خدمتكم في أي وقت في أي استفسار. أهم حاجة أنا بحاول أفيدكم بمعلومة، مش ببيع يعني. أنا البيع ده أنا ربنا كرمني الحمد لله وببيع. أنا بحاول بس أفيدكم بأي معلومة. وفي بوتاجاز زي ده كده، ده من شركة إكسبريس. شركة إكسبريس دي شركة هنا في اسكندرية، شركة قديمة عتيقة يعني. تمام. ده اسمه ديكو. ده خاص بالتصدير، موديل 90 في 60، الإنتاج المحلي هناك هو منه. هعمل على البوتاجازات كلها ريفيو لوحدها كده، كل بوتاجاز منفصل، اسعار تحت ال10000 ومن اول ال10000 وطالع. تحت امر حضراتكم في اي استفسار.